ألذ أكلات الطاسة الواحدة واللي بتخلص في أقل من 20 دقيقة. نص كيلو من صدور الدجاج المتقطعة شيش وبشوحها في معلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت لغاية ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده. برفع الفراخ من الطاسة وفي نفس الطاسة ومكان ما شوحت الفراخ بنزل بتقريبا نص كيلو من البطاطس متقطعة مكعبات، وبعد ما بشوحها كويس برجع انزل عليها الفراخ تاني وبضيف عليهم عصير ليمونة كبيرة. مش متخيلين الريحة في الوقت ده عاملة ازاي. وضفت عليها نص معلقة من كل البهارات دي وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا. والبهارات الصحيحه كانت حبهان ومستكه وورق لورا وفلفل اسود حب، وضفت عليهم 6 فصوص من الثوم وقلبت كل ده مع بعض كويس جدا على نار عاليه. ونيجي للخضار اللي استخدمته اللي كان 4 بصلات متوسطين وفلفل اخضر حار وبارد وطماطمايه واحده بس للتنكيه ومعلقه كبيره من هريسه الشطه، وضفت كل ده على بعضه على نار عاليه وبرده قلبته. وعلشان كنت عايزه فيها صوص ضفت عليها نص كوبايه من الشوربه، وكل ده كان على البوتاجاز من فوق لمده تقريبا من 10 دقائق لربع ساعه لغايه ما اتاكدت ان البطاطس استوت والفراخ كمان استوت. دخلتهم الفرن بس لمجرد ان هم ياخدوا وش وتتحمر من فوق، واخدت في الفرن تقريبا 3 او 4 دقائق. شيش الدجاج بالثوم والليمون من ألذ الاكلات اللي ممكن تجربوها، وطبعا في المصايف هتبقى من احلى الاكلات واكله منقذه للناس اللي ما بتحبش تقف في المطبخ كتير.